ما بتلبسش إلا كيلو دهب وجابتها من تحت الصفر واشتغلت كل حاجة ممكن تتخيلها، ومن وقت انفصالها هي الست والراجل لبنتها وبتصرف على نفسها وتجهز أخوها من شقاها وتعبها. حكاية التيك توكر أم غزل ستهم اللي قلبت السوشيال ميديا بجدعنتها. يا ترى ليه شبهوها بالمعلمة مساعيد وإيه سبب انفصالها؟ ومفاجأة عن شغلانتها، كواليس كتير هنعرفها في الفيديو ده. بتخاف من الحسد وما بتلبسش إلا العبايات من وقت انفصالها، والخرزة الزرقاء والدهب مالي إيديها، وشبهوها بالمعلمة مساعيد وست جدعة ب100 راجل. كلامنا هنا عن تيك توكر ام غزل اللي كسرت الدنيا بفيديوهاتها واكلت الجو من اول ما ظهرت واشتغلت كل حاجه ممكن تتخيلها. ام غزل ليها شخصيتها وكاريزمتها اللي اتشهرت بيها ومعروفه في منطقتها، وكل اللي رايح واللي جاي ملوش سيره غير ستهم من كتر ما هي مميزه ومختلفه. ام غزل من وقت انفصالها وهي بقت واحده تانية خالص، رافعه شعار الايد الشقيانه كسبانه. ام غزل مقتنعه ان دراعها هو اللي بيقويها وهو السبب في انها تكبر وتعمل مصدر رزق ليها ولبنتها من بعد انفصالها. ام غزل هي ست ب100 راجل، من وقت ما انفصلت ونزلت الشارع وهي تعبت وشقيت في حياتها. اشتغلت كل حاجه ممكن تتخيلها، من مندوبه مبيعات لبياعه في الشوارع لحد ما جابتها من تحت الصفر حرفيا. اشتغلت في اللبس والطرح وكل حاجه ليها علاقه بالفاشن والموضه والميك اب لحد ما بقت من المشاهير، وفتحت اشهر قهوه في مصر القديمه وبالتحديد منطقه الامام. ولو رحت بقى مصر القديمه وسالت 1000 واحد هيدلك على ام غزل من شطارتها وكاريزمتها اللي غطت على المشاهير والتيك توكرز. من وقت بقى انفصالها وهي غيرت ستايل لبسها كله، ما بتظهرش الا بالعبايات والخرزه الزرقاء علشان الحسد، وده من كتر ما حسادها كتير جدا. هي كمان ماليه ايديها الاتنين بالذهب. شبوها بالمعلمه مساعيد من كتر ما هي شبهها كده في نفس الشكل والملامح، وحتى صوتها كمان قريب منها. هي دلوقتي في عز شبابها، ورغم انها انفصلت وهي صغيره الا انها رافضه الجواز واعتزلت الفكره كلها وكرهت صنف الرجاله كلهم ومش ناويه تتجوز تاني. ام غزل فتحت قهوه بنفسها وبدراعها ومن شقاها، وده بعد ما حطت القرش على القرش لحد ما بقت اشهر قهوجيه والزباين عليها بالطوابير. مش بس كده، كمان هي شغاله موديل اعلانات، بتعمل اعلانات للعبايات والطرح والهدوم البيتي وكل البراندز اللي ممكن تتخيلها، وزباينها من كل حته في مصر تقريبا. محدش وقف جنبها من وقت انفصالها الا اخوها، وعشان كده قررت انه يعيش معاها وتصرف على اهلها، وواقفه في ظهر اخوها زي ما وقف معاها بالظبط وقت انفصالها، لانه من وقت ما انفصلت محدش وقف جنبها وهو اللي سندها وكان ظهرها في الحياه. اسم القهوه بتاعتها بقى بن على مزاجك، والزباين عليها بالطوابير. ام غزل ست ب100 راجل ونموذج لكل ست مصريه بتقف على رجليها من وقت انفصالها، وما بتقعدش وتستنى الشغل يجي لحد عندها. هي اللي نزلت وتعبت وشيت لحد ما بقت براند، واسمها معروف وسط معلمين جيلها، وبتنافس كمان معلمين مصر القديمه. هي رغم كل التحديات اللي مرت بيها الا انها واقفه على رجليها وبتخاف من الحسد، وبتخاف كمان على شقاها وتعبها. ما بتظهرش تقريبا الا بالخرزه الزرقاء علشان الحسد، وده لانها ما جابتش كل ده بالسهل، واكيد ما اتولدتش في بقها معلقتها. كل قرش هي تعبت فيه فعلا. فتفتكروا بقى هي ممكن تتجوز تاني ولا هي اعتزلت الجواز؟ وايه رايكم في المحتوى اللي هي بتقدمه؟ شاركونا في التعليقات.